حرق اكيد بقائمه الاسماء سيد محمد جعفر، وليد الحيام، امين بن عدي. خطه لمصلحه الرفاع الشرقي، محمد جمال بونفور يعطي الاشاره والكره العرضيه، استلام ولا احلى وابعاد. تحدث عن تقارب في لقاءات الفريقين الاخيره، يعني انت تتحدث عن لقاء الدوري من اللاعبين داخل منطقه الجزاء، ولكن الابعاد كان من سعد عطار. تتحول كرة من جديد لمصلحة الرفاع الشرقي، محاولة الآن، ولكن هنا أيضا خطف للكرة بشكل أكثر من رائع من اللاعب فلافيو، اللاعب أيضا اللي شاهدناه بقميص المحرق. هنا الآن المحاولة والتصدي، ولكن الإبعاد الحاضر أيضا من دفاع الرفاع الشرقي. محاولة الآن للعب الهجوم، لكن العودة السريعة أيضا حاضر الآن، ونزعة دفاعية موجودة مع هذا اللاعب سعد عطار. تتحول الآن إلى صالح راتب، صالح يلعب باتجاه هذا اللاعب المنامة. واليوم أيضا هناك الأهلي أمام البحرين في مواجهة أخرى تقام هذا اليوم. هنا الآن البرنس يلعب كرة على الجهة اليسرى، والإبعاد يلعب باتجاه فلافيو يلعب كرة في منتصف الميدان. صالح راتب الآن يسيطر على كورته، يلعب كرة على الجهة اليمنى، الإبعاد حاضر. صالح راتب يلعب كرة الآن في منتصف الميدان، محاولة باتجاه هذا، استعادها إلى أمين بن عدي، وبالتالي حولها أمين بن عدي من جديد. عادت تمريرة حاضرة، كرة إلى الأمام. الشرقي يقترب الآن، الرفاع الشرقي هل يأتي؟ ركلة جزاء للاعب الأكثر ذكاء، برنس الآن يتحصل على ركلة جزائية. شوف الكرة الماضية، الليوث هل يعودون؟ عادوا يا أونزاي بركلة جزائية. هنا الآن العودة في الدقيقة 67. لاعبان يستعدان للدخول. استطاع أكيد الرفاع الشرقي أن يعود من خلال نقطة الجزاء. إذا يمين وعلى اليسار، على اليمين وعلى اليسار، لكن لم يتم ترجمتها بشكل صحيح أو إيصالها بشكل صحيح إن ما صح التعبير. حسن الكراني. إذا هنا الآن كرة الآن على الجهة اليمنى، الرفاع الشرقي هل يقلبون الطاولة؟ الله! الليوث الشرقاوية فعلا، الليوث لا أمانة للليوث، لا أمانة للليوث الشرقاوية. الرفاع الشرقي يعود، وأي عودة. اللجوء إلى هذه الأوراق والحصول على اللقب، 3 نقاط مهمة، وأيضا صراع الابتعاد عن مراكز القاع. هنا أيضا مباراة الرفاع الشرقي على الجزئيات الصغيرة، فتفوق من خلال